بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. إلى الأمة الإسلامية في العالم، وإلى الشعب الجزائري في الجزائر، وإلى كل الحاضرين من مسجد الوفاء بالعهد لابروفال. اليوم 11 جونفي 2019 أردت من هذا المنبر من بيت الله أن نحيي الذكرى 27، ذكرى الانقلاب الملعون 11 جونفي 1992. في هذه الذكرى كان انقلاب على الإرادة الشعبية، على الانتخابات الشرعية. الشعب الجزائري اختار حين ذاك أن يحكمه المشروع الإسلامي، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التاريخ جراح يأبى النسيان. 11 جونفي 1992 كان انقلابا عسكريا دمويا على الشعب الجزائري الموحد المسالم. اختار أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان رده بالانقلاب العسكري بالدبابة، وكانت من المأساة. كم من قتيل، وكم من جريح، وكم من سجين، وكم من مختطف. نعم، إلى يومنا هذا 20,000 مختطف من الشعب الواحد، ومن المساجين السياسيين الذين هم الآن يقبعون في سجون الظلم أكثر من 25 سنة. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم، من هذا المكان بالمناسبة 3 سنوات على منع الشيخ الفاضل حفظه الله، الشيخ المواطن علي بالحاج، 3 سنوات وهو يمنع من الصلاة الجمعة، ومن أداء صلاة الفرد، ومن حضر الجنائز والأعراس، ويمنع من تنقله في التراب الجزائري من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. أيتها العصابة المجرمة في الجزائر، انقلبتم على إرادة الشعب بعد 27 سنة مرت على المأساة، على الانقلاب العسكري الدموي. ماذا قدمتم اليوم لهذا الشعب؟ ماذا قدمتم؟ نزعتم إرادة الشعب، وبقيتم أنتم في سدة الحكم. سبحان الله، اليوم رانا 11 جونفي 2019، البارح يعني اللي كنا 10 جونفي. مطرنا بفضل الله ورحمته، وسقطت الثلوج في مرتفعات الجبال الجزائر، في القرى والمداشر وفي الهضاب. أطفال
في المدارس الابتدائية يرعشون من القرص البرد، لا توجد عندهم مدفأة، وفي القرى والمداشر لا يوجد عندهم غاز طبيعي. والله غير عيب وعار. كمية من الأمطار نصبح في الفيضانات، روقار ما قدرتوش تخلقوه، روقار ما قدرتوش تنظفوه. ماذا قدمتم؟ وما زالكم حاكمين اليوم. الشعب الجزائري لا يريدها علمانية ولا يريدها سقراطية. كم حكمتم؟ أتت 62 ما بعد الاستقلال الذي أصبح اليوم استغلال، وأتت التسعينات للشعب الجزائري اختار، وإن قلبتم عليه بالدبابة. واليوم رانا 2019 من 62 والدستور يحكمنا الدستور المعفن. نعم، لا نريد هذا الدستور المتعفن، نريدها اليوم الرجوع إلى الأصل، إلى الهوية، كما قال المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لابد من تحكيم شرع الله، لابد من إقامة الحدود. بالمناسبة أخونا السجين عبد الله بن نعوم راهو يطبع في سجن بالعباس، فك الله أسره، والتهمة تاعو ب2 فتح الجراح، المأساة الوطنية. عبد الله بن نعوم بريء وحر في فكره ومعتقده وأصله. نعم، أراد أن يكشف الحقيقة، أراد أن يتكلم عن الفساد، أدلى برأيه وفضح النظام المجرم لقتله في مجزرة الرمكة. نعم، أنتم أيتها العصابة المجرمة درتوا قانون اللي سميتوه قانون المكالحة المصالحة الوطنية، نسميوها احنا اليوم المكالحة المغالطة الوطنية. هذا القانون درتوه باش تبرئوا العصابة المجرمة وكل جنرالات فيلق الموت الذين قتلوا الشعب الواحد، باش تحميوهم من الجرائم. كتب عليكم التاريخ، لأن دماء الرجال لن تذهب ولن تنسى، والتاريخ ما يرحمكمش. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ. اليوم 11 جانفي 2019، 62 قلنا الاستقلال، جات التسعينات الشعب الواحد قال الله قال الرسول. واليوم 2019 والقمل في الراس، الفقر، تهميش، حقرة، ظلم، استبداد. عصابة مجرمة حاكمة بقوة الحديد والنار. من الناشط الحقوقي رضا أقولها لكم: نحن أحرار، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرار.
لا نخشى في الله لومة لائم، نقولها نعليها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتجبر. اللهم في هذه الساعة المباركة ندعوك مخلصين لك الدعاء يا الله. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم عافينا، اللهم اكرم نزلنا ووسع مدخلنا وابدلنا دارا خيرا من دارنا. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند اللقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيتها الأمة المسلمة، أيتها الأمة المليار، توبوا إلى بارئكم، توبوا إلى بارئكم قبل أن يأتيكم اليقين. نسأل الله الثبات لنا ولجميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمستبدين. أقولها بالحرف الواحد: أين الجنرالات اللي كانوا يقتلوا في التسعينات اللي ماتوا منهم؟ واللعنة راهي تلحقهم اليوم، وراهي تلحقهم اليوم اللعنة، لعنة المظلوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. والله انتم ما متوا، ولكن اللعنة تلاحقكم حتى في قبوركم. وش تقولوا ربي عز وجل يوم نقف بين يدي الله: ماذا قدمتم لهذا الدين؟ رجال أحرار قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونطوا عليهم وقتلتوهم وسجنتوهم وعذبتوهم ورميتوا بهم في الوديان، واغتصبتوا النساء تاعهم، واغتصبتوا البنات تاعهم، واغتصبتوا الأطفال تاعهم. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. أخوتنا في الجزائر، أيها الأحرار وأيتها الحرائر، ما تخافوش، ما ضاع حق إلا وراءه مطالب. رفدوا يديكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 11 جونفي 2019. أولا الله عز وجل إن شاء الله يلم الشمل تاع المؤمنين الموحدين العابدين الشاكرين، والله يطعم الفقراء والمساكين اللي راهم في البرد القارس والمتشردين، ويفك أسار المسجونين، ويرجع كل ساكن لأهله إن شاء الله، ويرجع كل حق المغتصب للشعب الجزائري وللأمة الإسلامية إن شاء الله. والظالم يمهل الله عز وجل، الله يمهل ولا يهمل، ولكن الله عز وجل بالمرصاد للظالمين المعتدين الحاقرين المحاربين لدين الله عز وجل. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في فلبين، اللهم انصر إخواننا في بقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالصليبيين الحاقدين المحاربين. والله والله لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحكم لله والبقاء لله ولا إله إلا الله. احنا نطالبوا اليوم
بتحكيم شرع الله على الأرض وإقامة الحدود. لا نريد الدستور المعفن، دستور النفاق، دستور الشقاق، دستور الاستبداد، دستور الظلم. قال الله قال الرسول: شريعة ربنا الشريع الحكيم إقامة الحدود، الحقوق لأهلها. إخوة الإيمان في كل مكان، سلامي منكم من الناشط الحقوق رضا. إني أحبكم بالله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.